بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي أبناء الصف الأول الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله رب العالمين النهارده هنبتدي عن الدرسين 51 و 52. ناخد حاجة جديدة اسمها مخطط المئة. نعرف إزاي نقرأ الوقت، قراءة الوقت. هنا مخطط المئة، يعني إيه مخطط المئة؟ يعني هو بدايته واحد ونهايته نهايته 100. لاحظ المخطط يلي ملون جميع الأعداد التي تشمل على الرقم 7 باللون الأحمر. تعال نبص هنا اللي عندها رقم 7. أنا عندي 1 2 3 4 5 6 وأدي 7. فأقول هنا 7 و17 و27 37 47 57 67 77 87 97. دول كلهم يحتوي على العدد مين؟ أو الرقم 7. بعد كده بقول لون جميع الاعداد اللي تشمل على رقمين متشابهين. يعني ايه رقمين متشابهين؟ زي ال 55. فبص هنا اقول هنا زي ال 11 ال 22 33 44 55 66 77 88 99. دي اسمها الرقمين المتشابهين. بص 11 22 33 44 55 66 77 88 99. لون هنا جميع الاعداد تشمل على الرقم 0 باللون الازرق. ادي ال 10 ال 20 30 40 50 60 70 80 90 100. تدريب نشاط واحد. اكتب الاعداد الناقصه باستخدام مخطط المئة السابق. واحد. ايه اللي بعد الواحد؟ تعال نبص بس نتاكد مع بعض. عندنا عندي المخطط بتاعنا يبتدي هنا واحد ويبدا كده، يبقى المفروض ماشي كده. ادي واحد. ايه اللي بعد واحد؟ اتنين. اللي بعدها تلاتة. بعد التلاتة برافو عليك 4. بعد الأربعة 5. بعد الخمسة برافو عليك 6. بعد الستة 7. بعد السبعة 8. بعدها 9. بعد كده 10. تعال نبص هنا ال 17. فين ال 17؟ ادي ال 17. اللي قبلها ممتاز 16. بعدها ادي 17. ادي 18 بعد ال 17. بعد كده 19. ادي 20. ما اقولش 30 بقى، يبقى ارجع كمان هنا، ارجع من الاول تاني. فاقول له هنا 21 22 23 24 25. يعني مش كده اهو، بص كده 21 22 23 24 25. تعال نبص على كده ال 30. فين ال 30؟ اهي. اللي بعدها اطلع لفوق ولا اعد من هنا؟ برافو عليك، ابتدي 31. فاقول له 31 32 33 بعدها 34 35. برافو عليك 36. ممتاز 37 30. اخر واحده 39. بص كده، يعني ابتدى هنا 31 32 33 34 35 36 37 38 39. برافو اللي مركز معايا. تعلم الجمع والطرح في حدود عدد 10 باستخدام مخطط المئة. هنا مثلا كمثال قال لك 10 ناقص 4، فوقف عند ال 10 ورجع 4. الواحد 2 3 4، فوقف عند الستة فالحل 6. 2 زائد 3 وقف عند الاثنين وزود عليها 3. 1 2 3 فالحل كان 5. تدريب نشاط 2. استخدم مخطط المئة السابق في إيجاد الناتج. 2 زائد 7، أقف عند الاثنين وزود عليها 7. أقول 1 2 3 4 5 6 7. يبقى الحل كام؟ برافو عليك 9. 9 ناقص 6. بتاع 9 ناقص منها 6. 1 2 3 4 5 6. يبقى الحل كام؟ برافو عليك 3. 6 زائد 2، اقف عند الستة وازود عليها 2. اقول 1 2. يبقى كام الحل؟ 8. ممتاز. 4 زائد 3، اقف عند الأربعة وازود عليها 3. 1 2 3. يبقى كام الحل؟ 7. ممتاز. 6 ناقص 5، نقف عند الستة وننقص منها 5. 1 2 3 4 5. يبقى كام الحل؟ 1. ممتاز. 10 ناقص 1، ال10 ننقص منها 1 بس، تبقى كام الحل؟ 9. 6 زائد 4، نقف عند الستة ونزود عليها 4. يلا 1 2 3 4. يبقى كام الحل؟ 10. برافو. 4 ناقص 2، ادي الأربعة نقف عند الأربعة وننقص منها 2. أقول 1 2. يبقى كام الحل؟ 2. 7 ناقص 3، ادي السبعة تعال ننقص منها 3. 1 2 3. يبقى كام الحل؟ 4. برافو. 3 زائد 2، تعال نقف عند الثلاثة ونزود عليها 2 كمان، يبقى 1 2. يبقى كام الحل؟ 5. برافو.
8 ننقص منها 2 نقف عند ال 8 وننقص 2 يلا 1 2 يبقى كام الحل؟ 6 6 زائد 1 يبقى كام الحل؟ 7. تعلم ينتمي او لا ينتمي. اداك هنا مثال قال لك ادوات ايه؟ ادوات موسيقيه. اداك الادوات الموسيقيه كلها كده بص عليهم كده. ابص هنا الاقي الطائر هو بس المختلف. تدريب نشاط 3 ضع اكس على الصور التي لا تنتمي للمجموعه يعني مختلفه عنهم. بص كده عليهم. دي مختلفه دي فاكهه مختلفه عنهم مش هاخدها. كلهم خضروات ما عدا العجله مش هاخدها. بص على دي. كلهم حيوانات ما عدا مين؟ ما عدا ايه؟ الطاقيه دي. كلهم سيارات ما عدا مين؟ اداه ايه؟ سيارات نقل ما عدا حاجه واحده اللي هي مين؟ المرايه دي مش هاخدها معايا. تعلم الوقت. الساعه ذات العقارب. بص احنا ظبطناها اهو. المنبه الجميل بتاعنا ده السهم الكبير ده اللي هو الازرق ده يشير لمين؟ يشير للدقائق. وفي عقرب تاني يبقى عندي عقربين واحد كبير وواحد صغير. الكبير للدقائق والصغير بيشير على مين؟ على الساعه. يعني كمثال هنا بص هنا السهم الصغير ده بيشير على مين؟ على 7. يبقى اقول له الساعه 7 بالظبط. الساعه ايه؟ الساعه 7. تعال نبص مثال. عندما يشير المؤشر للدقائق العقرب الطويل الى 12 ومؤشر الساعه يشير الى الرقم 7 فاننا نقول الساعه 7. يعني هنا مثلا ده شاور على 10 والسهم الطويل على ال 12 يبقى بالظبط الساعه 10 بالظبط. ابص هنا الصغير شاور على 4 وده شاور على ال 12 يبقى الساعه 4 بالظبط. في ملاحظه لازم اكون عارفها اليوم فيه 24 ساعه. تدريب نشاط 4 اكتب الوقت اسفل كل ساعه. الصغير شاور على واحد او واحد والكبير شاور على ال 12 يبقى الساعه 1. ممتاز. الصغير شاور على مين؟ على الثلاثه والكبير شاور على ال 12 يبقى الساعه كام بالظبط؟ الساعه 3. ممتاز. الصغير شاور على مين؟ على 5 والكبير على ال 12 يبقى الساعه كام؟ الساعه 5. برافو. الصغير شاور على كام؟ على 7 والكبير شاور على ال 12 يبقى الساعه كام بالظبط؟ الساعه 7. دي الساعه كام؟ ممتاز. دي الساعه 8. طب دي؟ برافو عليك الساعه 10. طب دي الساعه كام؟ 6. الصغير شاور على مين؟ على 9 يبقى ايه؟ الساعه 9. نشاط 5 ارسم عقارب الساعه التي تشير الى الوقت. على الأربعة نعمل سهم صغير نشاور على الأربعة والكبير يشاور على الساعة 2 يشاور على 2 والكبير يشاور على 12. الساعة 8 الصغير بتاع الساعة يشاور على ايه؟ على 8 والكبير يشاور على 12. الساعة 5 الصغير يشاور على 5 والكبير يشاور على 12. الساعة 9 الصغير يشاور على 9 والكبير يشاور على 12. الساعة 3 الصغير يشاور على مين؟ على 3 والكبير يشاور على 12. ممتاز. الساعة 11 الصغير يشاور على 11 والكبير يشاور على 12. الساعة 10 الصغير يشاور على مين؟ على 10 والكبير يشاور على 12. قيم نفسك حد درس 52. واحد اكتب الوقت الذي تشير إليه هي عقارب الساعة. الساعة كام دلوقتي؟ يلا يا بطل. الساعة 2. ممتاز. الساعة كام دي؟ برافو عليك اللي قال 8. دي الساعة كام؟ الصغير بيشاور على مين؟ يبقى الساعة 4. برافو عليك. الصغير بيشاور على مين؟ على 11 يبقى الساعة 11. 2 أكمل الأعداد الناقصة ثم أوجد الناتج. تعال نبص على الشكل ده. أدي 1 2 بعد الاتنين 3 4 بعدها 5 6 7 8 9 10 ابتدي هنا 11 12 13 بعدها 14. ممتاز. 15 16 بعدها 17 18 برافو عليك 19 20 21 22 بعدها 23 24 25 بعدها 26 27 28 بعدها 29 30 31 32 33 34 بعدها. ممتاز. 35 36 37 بعدها 38 بعدها 39 آخر حاجة ممتاز اللي قال 40. 6 ناقص 3 تعال نبص كده مع بعض نعد من الصغير لحد نوصل للكبير بعد ايه؟ بعد التلاتة 4 5 6 يبقى 3. 9 ناقص 2 نعد بعد الاثنين 3 4 5 6 7 8 9. ممتاز.
كم صباع؟ 7. 4 زائد 2 حط الكبير في مخك و2 على صوابعك بعد الأربعة 5 6. ممتاز. 1 زائد 5 عد بعد الخمسة حط عليها 1 كمان تبقى كام؟ 6. برافو عليك. 10 ناقص 6 نعد بعد الستة 7 8 9 10 يبقى كام كده؟ 4. برافو. 8 زائد 1 برافو عليك لأن 9. 2 زائد 8 حط ال 8 في مخك حط عليها 2 كمان بعد ال 8 9 10. ممتاز. 4 ناقص 3 عد بعد الثلاثة حط عليها 1 كمان تبقى كام؟ 4. يبقى احنا زودنا 1 بس. برافو عليك. 3. اكتب مجموعة حقائق الجمع والطرح. ادينا 4 و2 وال6. قلنا في الجمع الكبير يحط مين بعد يساوي؟ الكبير هو 6. الكبير هو 6. في الطرح الكبير يتكتب الأول. في الطرح الكبير أكتبه إيه؟ الأول. فأقول هنا 2 زائد 4 يساوي 6. 4 زائد 2 يساوي 6. 6 ناقص 2 هتساوي 4. برافو عليك. 6 ناقص 4 هتساوي 2. ممتاز. 4. حوط الصور التي لا تنتمي للمجموعة. إيه اللي ما ينتميش للمجموعة هنا؟ بالتأكيد الشوكة، لأن دي هنا إيه؟ أستيكة وهي قلم رصاص ومسطرة. طبعا الشوكة مش هتنتمي ليهم. هنا نكون خلصنا الدرس بتاعنا. لا تنسى إيه؟ الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. ربنا يفرحكم وأولادكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.